السلام عليكم. مساء الخير، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نهضر فاش بغيت نهضر، بغيت نشكر ديك البنيه اللي صورت واحد الفيديو، فيديو صراحه ما فيه ما يتشاف، مخزي، ديال الوليدات اللي داوهم من المنطقه ديال فين كانوا في الجبل فين جا الزلزال، وداهم لمدينه مراكش باش يكملوا قرايتهم. مدرسه داخليه، ثانويه بن يوسف، ثانويه هي. المهم بغيت نشكرها بزاف ديك البنيه اللي صورت الفيديو وورات عرات على الواقع اللي هو كاين، اللي كيبغيو يخبيوه بحوايج اخرين. شفنا البنات في ساتيام وغاديين بحال غاديين في واحد الموكب كي داير. عجبنا الحال وفرحنا انهم غيمشيو ويكملوا يعني قرايتهم، وان هذاك المشكل ديال الزلزال الحمد لله ما خداش الوقت بزاف، مثلا ما يضيعش لهم الوقت انهم مثلا ما يرجعوش للمدارس. فكانت هذه بديره مزيانه وكلنا عجبنا الحال، ولكن ليس كل ما يلمع ذهب كما تيقولوا. اللي شفناه حاجه ولكن الواقع حاجه اخرى. كنعاود نشكرها بزاف ديك البنيه، حيت خاص تكون عندنا واحد الحاجه بعدا، خاص تكون عندنا تولي عندنا الثقافه ديال التبليغ. اي واحد يشوف حاجه ما مزياناش، يشوف فساد، يشوف اي حاجه اللي كتضر بالمواطن وكتضر بالبلاد وكتبين واحد الصوره اللي غير مشرفه، اللي حنايا ماشي كنبغيو نلمعوا صورتنا، احنا فعلا المغاربه ابانوا على التضامن الكبير اللي العالم كله اشاد به. وهذه حاجه اللي زعما حنا فرحاتنا، واخا تألمنا مع الناس ديال اللي ماتوا وكل شيء، ولكن قلنا الحمد لله تستمر الحياه. الله يرحم اللي مات واللي باقي المرض الله يشافيهم، ولكن هذه هي الحياه، قسم عليهم الله هذاك الشيء كامل. ولكن باش تديو هذوك الوليدات وتحطوهم في هذيك البنيات في هذاك الوضع، راه بلاصه راحين البنت مصوره لا تصلح للسكن. كيفاش بعدا واحد السؤال، كيفاش كانوا الناس اللي كانوا تما، كاين الوليدات اللي تيقراو تما، واش كانوا في هذيك الظروف تيقراو؟ راه لا اله الا الله. كيفاش بغى بنادم بعدا غيقراو؟ اش بغى يعطي، فين بغى يركز؟ بغى هو ما عندوش حتى ما متوفراش ليه حتى ابسط يعني الحوايج اللي خصو يكونوا عنده. ما كاينش الضوء، حتى صورات قالت كاد البريزات راه يلاه ركبوهم لينا. ما كاينش الماء، ما كاينش الدوش. وحاجه اخرى، هذوك البنيات هو بشكل عام وليدات وبنيات وكلهم ديال هذوك المناطق، هذوك راه خاصهم مازال مواكبه نفسيه، خاصهم المتابعه، حيت اللي داز عليهم ماشي قليل. راه الناس عندهم راه جايين بمخلفات نفسيه، يعني خصهم على الاقل يعني توفر لهم شروط ديال العيش ديال البلاصه، توفر لهم البلاصه المزيانه، ما عندهمش باش يتغطاو. وحنا ما غنقولوش ما كاينش، كل شيء كاين ما شاء الله. الناس جابوا واكثر حاجه كاع يعني الناس كانوا كيكدوا عليها هما الحوايج ديال ان جاي البرد، يعني ما غاديش نقولوا ما كاينش. وعلى الاقل اقل حاجه خاصه الدار هو ان وزير التربيه وشنو قبل ما تهزوا دوك الوليدات اكيد كانت مشاورات وكان يعني نقاش باش هاد الولاد فين غيديوهم لهذيك المدرسه الداخليه الثانويه. على الاقل سير وتفقد المكان وشوفوا واش صالح لسميتو. الناس راه منين كتبغي كيكون واحد ساكن في شي برطمه وكيخوي ومول الدار كيبغي يكري ديك البرطمه، راه كيعاود يصبغها ويعاود يدور بها باش ملي كيدخل هذاك الساكن الجديد كيلقى الدار زوينه، بعدا كتدخل نفسيا كيرتاح. فين بغيتو انا ما فهمتش. صاحب الجلاله الله ينصرو يعني دار برنامج استعجالي. هذا البرنامج راه ما قالش لي اعاده الاعمار، راه يعني فيه كل شيء، ان هذوك الناس يعني من ماكل ومشرب وكل شيء، ودار لهم يعني واحد الصالير شهري واعانات وكل شيء. هذاك بانا يعني عطف على الشعب ديالو، وبغاهم يكونوا يعني
بغى يعوضهم بأحسن من داك الشيء اللي ضاع عليهم. وحاجه اخرى، هذا الشيء راه ما يرضاش به صاحب الجلاله نهائيا، واكيد هذه راه ما فيهاش شك كما كيعرفوا المغاربه كاملين. حاجه اخرى، راه اوامر صاحب الجلاله لا تناقش. ملي كتصدر اوامر، وهذه راه معروفه، راه الكل كيتعرفها، الا المفسدين والمتماطرين اللي كيتماطلوا، اللي داوي النيه السيئه، اللي ما عندهم غرض في الناس، راه كيديروا اللي بغا. يعني هاد الحوايج، هاد المظاهر اللي زعما ما كتشرفش، ما زويناش، ما خصهاش تبان الناس. فعلا ما نكذبوش، ما شاء الله المغرب غادي في طريق مزيانه زوينه، يعني داك الشيء كيفرح، وحنا متفائلين باللي جاي. وهذا الشيء راه ماشي مجامله ولا كنطروا الورود على شي حاجه. فعلا الملك خدام وكيسميتو، ولكن راه خاص واحد الحاجه، خاصة المسؤولية والمحاسبة. اللي دار الذنب يستاهل العقوبة. راه خاص يكونوا لجان ديال التقصي بحال هادو، اللي خاص تكون مراقبة. هذاك اللي هو وزير ولا شنو هو، تا هو يجي من يراقبه. راه حيت كاينين شي حوايج وحاجة الحوايج المهمين اللي خصهم يكونوا في بلادنا، اللي ما خص، يعني اللي ما خصناش حنا كشعب نطلبوها. تحسين جودة التعليم وتحسين جودة التطبيب. هادو جوج حوايج، حيت ملي كيتوفروا راه هادشي علاش باش كتنوض الامم بهاد الحوايج، حيت هادو هما الاساس. واحد ملي غيمرض وما غيلقاش مثلا ابسط الحاجات، غادي يمشي للسبيطار، ما عندوش في حاله يرتلها وسير ولا بلاتي ولا حقه، وما كاينش، والسكانير ما كاينش، هذا ما كاينش، جيب خلص. كاينين شي حوايج اللي ما خصناش نتناقشوا فيهم، خاصهم يكونوا كاينين. حيت هذا الشيء راه التعليمات ديال صاحب الجلاله لو كتخاد بعين الاعتبار ما غيكونوش هاد الاختلالات. واكيد يعني الفاسد راه كيبقى فاسد، ممكن يلمع الصوره من الفوق، ولكن ما خفيه كان اعظم. التعليم راه هو الاساس. راه الامم تزيد القدام بالتعليم. راه حنا امه اقرا، كنقراو ملي هذيك اقرا، راه ملي خاصك يقول لك اقرا، خاصك فين غادي تقرا، ومع ما غتقراو شكون غيقريك، وشكون، يعني داك الشيء متسلسل، بحال واحد السلسله، حاجه شاده في اخرى في اختها. ملي كتقطع واحد الحلقه ديال ديك السلسله كيوقع اختلال، وهذا الشيء ما بغيناش. يعني حاجه اخرى اللي كنعاود ناكد عليها، واكيد بزاف الناس هذه انا كنشوفهم كيهضروا عليها، انه هو خاص يكون تولي عندنا ثقافه التبليغ على اي فساد، اي حاجه شناها ماشي هي هذيك ما خصناش نسكتوا عليها، حيت هذا واجب وطني. انا مثلا ملي غادي نمشي نهضر نقول غنشوف شي حاجه ما عجباتنيش، راه كاين داروا كاين رقم الاخضر، يعني اي ما محصورش الفساد في واحد الحاجه معينه، فساد بجميع اشكاله وكل شيء. ما كاينش، ما خاص المحاسبه، ما كاينش يعني التهاون ولا حقال هذا المحسوبيه والزبونيه والفلان وعلان، ايا كان القانون فوق الجميع. اللي كيتهاون في المهام ديالو، صاحب الجلاله قال بفمو الله ينصرو، قال لك حنا باغي الناس اللي تخدم، بغى يعني هو حاطكم، بغى يشوف المغرب فيكم اشنو كديروا، ولكن راه يد وحده ما كتصفقش، خاص تكاتف الجهود من كل شيء. شفنا يعني شي حوايج في هذا الزلزال اللي وقع، شفنا ناس اللي ما شاء الله عجبنا الحال، عجبنا داك التضامن، وشفنا الحب بين الشعب مع بعضه، ويعني حتى واحد ما تاخر. ولكن اللي مكلف بشي مهمه يكون قدها، اللي عاطيه شي مسؤوليه يكون قدها. راقب، شوف، يعني كاينين شي حوايج اللي راه ما خاصك انت تكمل من راسك، يعني انت زيد من عندك، وهذا الشيء راه كيدخل ضمن اختصاصاتك، ماشي جالس في بيرو عاكد داك الشيء حبر على ورق. الكلام حاجه ولكن الواقع حاجه اخرى.
كاينين شي حوايج اللي ما خاصناش نتساهلوا فيهم. وكيف ما تجندوا المغاربه كاملين باش يخرجوا من الازمه ديال الزلزال، خاصهم يتجندوا لمحاربه الفساد. هادشي اللي بغيت نقول.